أصوات الشعراء. العودة من المنفى. لما تحررت المدينة عدت من منفاي أبحث في وجوه الناس عن صحبي، فلم أعثر على أحد وأدركني الكلال، فسألت عن أهلي وعن دار لنا، فاستغرب الناس السؤال، وسألت عن شجر قديم كان يكتنف الطريق إلى التلال، فاستغرب الناس السؤال، وبحثت عن نهر المدينة دون جدوى، وانتبهت إلى رماد نازل من جمرة الشمس التي كانت تميل إلى الزوال، وفزعت حين رأيت أهل مدينتي يتحدثون بلكنة عجماء متجهين نحوي، فابتعدت وهم أمامي يتبعون تراجعي بخطى ثقال، حتى خرجت من المدينة مثقلا بحقائبي، وانهرت مثل عمود ملح في الرمال. أحمد عبد المعطي حجازي. تحتل تجربة الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي موقعا خاصا في الشعر العربي المعاصر، وتشكل تجربة إنسانية وإبداعية متميزة. تحضر المدينة بقوة في نتاجه الشعري منذ ديوانه الأول مدينة بلا قلب، وهي من موضوعاته الأساسية. ولأن اختلف مفهوم المدينة بين ديوان وآخر، بين هذا الديوان وديوان كائنات مملكة الليل، فإن المدينة بصورة عامة لا تنفصل عن الإنسان ضمن العالم الحديث، أو كما يحلو له هو تسميته الحضارة الحديثة. إنها رمز للواقع ولنبضه ولما سيؤول إليه. يبحث حجازي عن الروح الإنسانية أو ما تبقى منها داخل هذه الحضارة، هو الذي يمعن الإصغاء إلى دقات قلب العالم ويرصدها في شعره. يكتب الجرح بدون استدرار شفقة، ويتأمل في الكائنات والأشياء من دون أن يسقط في الوصف. حتى الأشياء البسيطة تحيا في شعره، طالما أنه يلاحظ أنها هي التي تبقى فيما الإنسان يموت. وما يخسره الشاعر وما يخشى أن يفقده يسعى إليه من خلال الكتابة، كأنه عبر الشعر يحاول التقاط ما يتعذر التقاطه. يكتب أحمد عبد المعطي حجازي عن الأنا والآخر، عن الإنسان والمدينة، عن الحب والسياسة، لكنه يجرد هذه الموضوعات من بعدها الآني ويطلقها في فضاء الشعر الرحب تحت سماء لا تغيب شموسها. عيسى مخلوف. موعدنا يوم الاثنين المقبل مع الشاعرة اللبنانية باللغة الفرنسية فينوس خوريغاتا. أصوات الشعراء. طوال شهر آذار مارس وبمناسبة اليوم العالمي للشعر، نستمع يوميا في مدار الأخبار إلى شاعر بصوته ضمن مجموعة نادرة وخاصة بإذاعة الشرق. أصوات الشعراء طوال شهر آذار من إذاعة الشرق.